بس لقيت نفسي بقلق من النوم لما سمعت صوت حد ماشي في الأوضة. رفعت راسي من على المخدة ولاحظت من الشباك إن الليل دخل. بعدها بصيت في الأوضة وساعتها شفت واحد واقف وظهره ناحيتي. مكنتش محتاج حد يقولي إن ده الشخص اللي نازل معايا في الأوضة، وعلشان يعرف إني صحيت من النوم قلت له مساء الخير. حسيت إني بكلم حيطة، لأنه لا رد عليا ولا حتى التفت ناحيتي، وده اللي خلاني أردد كلامي تاني. ولما ملقتش منه أي ردة فعل قمت من السرير ورحت ناحيته، وقفت وراه ومديت إيدي زقته في ظهره وأنا بقول له أنت كويس يا أستاذ؟ نزلت إيدي من على ظهره لما لقيته بيلتفت ناحيتي، لكن حركته كانت بطيئة بدرجة غريبة جدا. كنت واقف مستغرب من اللي بيعمله، ولما وشه بقى في وشي حسيت إن قلبي وقف والهوا مش داخل صدري. كنت حرفيا بتخنق من الرعب اللي حسيت بيه، وده لأن وشه كان غريب، عينين برقة ولون أبيض وبقه مفتوح. كأنه بيتخنق وبيحاول يتنفس لكنه مش قادر. يمكن ده سبب إن وشه كان لون أزرق وعروق رقبته منفوخة. بدأت أرجع لورا وأنا ببص المكان في الأوضة ممكن أستخبى فيه، وما لقيتش غير إني أنط للناحية التانية من سريري. وبعدها نزلت في الأرض وكتمت نفسي. معرفش إيه اللي خلاني أعمل كده، لكن الإنسان لما بيخاف ما بيعرفش هو بيعمل إيه.